واحدة من أكتر الحاجات اللي بتكون مستصعبها كل سنة، المذاكرة في رمضان. هل المذاكرة في رمضان صعبة؟ وهل فعلا الصيام بيقلل الإنتاجية بتاعتنا؟ حتى لو فعلا الإنتاجية بتقل، هل في حل لده؟ وإيه أفضل روتين أعمله للمذاكرة في رمضان؟ هل وأنا صايم ولا بعد الفطار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن المذاكرة في رمضان. قبل ما نخش على موضوع الفيديو لازم اكلمك في حاجة مهمة جدا. لازم تتذكر ان رمضان اصلا شهر للعبادة، وشهر ليه روحانيات وفضل كبير جدا على اي مسلم على الكوكب. وسبحان الله حتى الانسان اللي مش ملتزم، يعني مش مواظب على صلاة، مش مواظب على سنن معينة، مش مواظب على صيام مثلا، رمضان برضه بيأثر فيه. في ناس كتيرة قوي رمضان كان البداية بالنسبة لها انها تغير حاجات كتير في حياتها سواء الدنيوية او الدينية. فلازم تكون داخل رمضان مستشعر الفضل بتاعه وعارف اهميته عليك، وعارف قد ايه ان هو هيزود في ميزان حسناتك في الاخرة. وكمان بتظبيط الحتة دي هتلاقي امورك الدنيوية اتظبطت اوتوماتيك. وده الكونسبت اللي عايزك تخش بيه رمضان، وعايزك تبقى قاعد معايا في الفيديو بتفكر بيه. مش عايزين نبص رمضان انه يبقى علينا وهو بيقلل انتاجيتنا، واصل الجو صيام وانا مش هعرف اذاكر ومش بعرف اركز وكل الكلام اللي بنقوله ده. وانا مش بزكي نفسي عليك او بستثني نفسي من الكلام، لاني في فتره من الفترات كنت بفكر بالطريقه دي. فانت مش انسان وحش ولا حاجه، كلنا فكرنا بالطريقه دي، بس في اللي عرف يلاقي حلول وعرف يبص لها من الكونسبت الصح، وفي اللي لسه بيبص لها نفس البصه. فلو انت خلاص بتبص لها البصه الصح، انت كده تتجاوز المقدمه دي وهتخش معايا على الروتينز. ولو انت بتبص لها البصه الغلط، فمعنى انك دخلت الفيديو ده فانت عايز تطور من نفسك عشان تمسح النظره دي من دماغك وتبص لرمضان النظره اللي ربنا عايزنا نبص له ليها. فالفيديو النهارده هساعدك في حاجه مهمه قوي، وهي المذاكره في رمضان. بعد الكلام ده كله بس كان مهم ان اقوله عشان اهيئ دماغك كده للكلام اللي هنقوله. جربت كام روتين للمذاكره في رمضان؟ عشان اكون صادق معاك، اول رمضان يجي عليا اركز ان اعمل فيه روتين واشوف انا هذاكر وانا صايم ولا بعد الافطار ولا امتى بالظبط، كان رمضان بتاع الثانويه العامه. يعني اللي كان انا كنت دفعه 2020، يعني كان من 4 سنين بالظبط. وانا فاكر كويس جدا ان اول 5 ايام من رمضان كإنتاجية في المذاكرة راحوا مني في تجربة الروتينز. وعلى عكس الشخص اللي قدامك دلوقتي اللي أصلا صانع محتوى مهتم بالمحتويات اللي شبه محتواي ومحتويات تانية، أنا فترة الثانوية العامة ما كنت زيك كده بدور على الفيديوهات تساعدني، بل بالعكس كنت بدوحر وبعافر لوحدي. ودي حاجة مش صح طالما في حد يقدر يساعدك. وناتج الحاجة اللي مش صح دي إني فعلا ضيعت 5 أيام، أول 5 أيام في رمضان، في إني عمال أجرب كذا روتين، وكلهم الصراحة ما ظبطوش إلا روتينين بس. وفي الآخر اخترت واحد منهم اللي بفضله، واللي هيكون الروتين التاني في فيديو النهاردة. يلا بينا نتكلم عن الروتين الاول. الروتين الاول هنبداه من اخر اليوم لاوله، يعني هنبدا من فتره الفطار. انت هتفطر، تصلي المغرب، الدنيا تمام، ما تعملش اي حاجه لغايه وقت التراويح، لان احنا عارفين دايما ان الوقت بين المغرب للعشاء في رمضان بيبقى قليل، لانه بيستهلك فيه صلاه المغرب والسنه والفطار. طبعا بتقعد طبعا تملى بقى الفراغ اللي انت سايبه في بطنك طول اليوم، فالوقت ده بيستهلك، بيعتبر ما فيش وقت اصلا بين المغرب والعشاء، فمش هتعمل اي حاجه في الوقت ده، وهتنزل تصلي العشاء والتراويح. اهم حاجه صلاه التراويح في رمضان. وهترجع من التراويح هتبدا المذاكره. شوف الصراحه انا ما طلعتش التراويح السنه دي هتخلص في حدود كام، وبرده بتفرق من محافظه للتانيه، واعتبار ان في ناس بتشوفنا من محافظات كتير وممكن من دول تانيه، فانا هعمم من غير توقيت. المهم تيجي من التراويح تبدا مذاكره من اول التراويح لغايه الفجر. انت متخيل الوقت ده قد ايه؟ وقت كافي ان انت تلم فيه كل المتراكم عليك، ولو مفيش حاجه متراكمه وقت كافي انك تذاكر جديد وتحل كمان. وللعلم عايز اذكرك بحاجه كويسه جدا كنت المفروض اقولها في الانترو، بس يلا مش مهم، يلا حاجه تتميز بيها لو انت راجل محترم وكملت الفيديو معايا عكس غيرك. وهي ان في رمضان لميت منهج مواد كتير، مش متذكر بالظبط بس انا فاكر اني لميت الكيمياء كامله، وغالبا كان العربي، ولمتهم اللي هو لمتهم، وكان في بركه في الوقت وكانت الانتاجيه عاليه جدا. فالمهم هيجي عليك لغايه الفجر هتكون خلصت اللي عليك. طبعا مش هنذاكر من المغرب للفجر ورا بعض، مفيش حد بيقول كده. فعشان تعرف انت هتذاكر ازاي محتاج تشوف الفيديو اللي فات بتاعنا اللي هيظهر هنا او هنا، مش عارف يعني هيظهر دلوقتي، اللي اتكلمت فيه عن ازاي تلم المتراكم. الفيديو ده هيساعدك يعرفك اساليب مذاكره وخمس مبادئ انا كنت بستخدمهم وما زلت بستخدمهم في الكليه. ولو متراكم عليك او مش متراكم فالفيديو ده هيكون مفيد ليك. هتلاقي في الفيديو ده البومودورو تكنيك، و ايريش لو، باركنسون لو، باريتو برنسبل، كل الحاجات دي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، وهي اساليب هتساعدك انك تذاكر بطريقه احسن وبانتاجيه اعلى وبمجهود اقل. المهم يجي عليك الفجر تتسحر وتنزل المسجد تقرا قران والاذكار وتصلي الفجر وترجع البيت. وبعد ما ترجع البيت تبدا تنام يا صديقي، وهتكون فتره نومك من الوقت ده لغايه الظهر. وعشان تطمن اسمح لي ان انا اضرب توقيت وفقا للمكان اللي انا فيه. هنعتبر انك من اسكندريه زيي وان احنا حاليا في رمضان. انا دلوقتي بصلي الفجر في المسجد، برجع منه على الساعه 5 ونص 6 الا. فلو نمت انت 6
وصحيت على الظهر، يعني نمت من الساعه 6 للساعه 12، فده هيكون وقت كافي نوعا ما. وما عنديش مشكله انك تنام لو دول مش كافيين، بس تروح تصلي الظهر وترجع تنام ساعه كمان او حاجه. ده ممكن تحسوا ان هو غريب شويه عن طريقه كلامي كل الفيديوهات بتاعتي، سواء على الشورتس فيديو او الفيديوهات الطويله، اني دايما ما بحبش حوار ان النوم يبقى متلخبط. لكن هو مش متلخبط، بس انا عندي اهم حاجه انك تصلي في ميعادك. مش عايزين نعمل روتين يبقى جاي على الحته الدينيه، زي ما قلنا في اول الفيديو. خليك فاكر رمضان اصلا لايه، واعتبر انك شخص جيت من الظهر نمت لك ساعه كمان، هيبقى فاضل حاجه بسيطه على العصر. ممكن لو عايز الفتره دي تراجع حاجه بسيطه بعينيك كده، مفيش مشكله. لو مخلص والوقت بتاع بالليل كان مكفيك، فما تعملش حاجه ليها علاقه بالمذاكره. ممكن بقى تقرا من الورد بتاعك، او تقول الاذكار، او حتى تريح تفصل دماغك وتنزل تصلي العصر. وبعد صلاه العصر الفتره من العصر للمغرب خلي الفتره دي بتاعه التعبد. وهتلاقي في فيديوز كتير قوي الناس بتقول لك الحته دي، سبحان الله، الوقت بتاع من العصر للمغرب ده بتحس كده في رمضان انك فعلا عايز تتعبد، عايز تقول اذكار، عايز تقرا قران، عايز تنزل تقعد في المسجد كده، حتى لو مش هتعمل حاجه تقعد في المسجد. فده الوقت اللي هنخصصه للحته دي. وبس كده هتعيد السايكل من تاني، تصلي المغرب، تفطر، تروح تصلي التراويح، ترجع من التراويح تذاكر لغايه الفجر، وهكذا كل يوم. المهم انك تحاول على قد ما تقدر تثبت المواعيد اللي هتنام فيها وهتصحى فيها، والمواعيد اللي هتذاكر فيها وتخلص فيها، عشان تخلي السايكل ماشيه بشكل منتظم، مفيش اي يوم يقع في النص وتصحى مصدع ومش مركز. ودلوقتي ميعاد النقطه التانيه في نفس الروتين. ايه عيوبه؟ عيوب الروتين ده انك بتذاكر بعد الفطار. غريبه شويه، هو منطقي ان انا اقول ان دي حاجه كويسه انك لسه واكل، بس احنا عندنا، والحمد لله انا مش من الناس دي، بس الاغلبيه يعني، ان بعد الفطار، وقت الفطار ذات نفسه، انت بتملى التانك على الاخر، بتملى اكل بطريقه مش طبيعيه. وده حقك، ما عنديش معاه اعتراض، بس ده بيأثر انك تحس بالتخمه وان انت مش قادر تتحرك. يعني انا ليا اصحابي اصلا بيبقوا بعد الفطار خلاص مش قادرين. وعارف هتقولي طب ما انا هنزل اصلي التراويح وهحرق وهتحرك والدنيا هتبقى احسن وتمام، بس انا عارفك والله هترجع من التراويح هتلاقي القطايف قدامك او الكنافه، فاديله هترجع للتخمه تاني. فعشان تتجاوز العيب ده ارجوك يعني بلاش تاكل اللي هو يعني تملى اوفر، يعني كل حد ما تشبع، ده الصحي وده الصح وده الجميل وده الذوق وده كل حاجه يعني، وحلي واعمل كل اللي نفسك فيه. انا بعمل ده، بس مش لازم توصل لمرحله التخمه انك مش قادر تتنفس من كتر الاكل، عشان ده هياثر عليك بحاجتين. اول حاجه انك فعلا هتكون مش قادر تتحرك، انت مش قادر اصلا لو انت قاعد على الكرسي كده، مش هتبقى قادر تطلع لقدام اصلا للمكتب انك تذاكر عليه. تاني حاجه هتحس اصلا الاكل مش ضاغط على معدتك، ضاغط على تفكيرك نفسك، انت اصلا الاكل ضاغط وانت تقيل، مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل اي حاجه. تاني حاجه ان زياده الاكل دي ممكن تحسسك بالتقل، والتقل يحسسك بالنوم حتى لو انت نايم كويس، دي عن تجربه شفتها كتير. وتاني عيب للروتين ده انك لو عندك درس بدري، او لو انت مش في ثالثه ثانوي وبتروح مثلا مدرسه، او ليك اي ارتباط الصبح لو انت في كليه او في جامعه وعندك محاضره، هيبقى ده تاني عيب للروتين، ان انت اصلا قالب يومك، فممكن ياثر عليك شويه. قدرت تحل العيبين دول بانك ما تقلش في الاكل، وتاني حاجه انك تشوف مواعيد دروسك وعلى اساسها هتناسبك الروتين ده ولا لا. لو ناسبته وشايف انك دماغك انسب للروتين ده، فيبقى ده الاختيار بتاعك. اما دلوقتي بقى فهنتكلم عن الروتين التاني، وهو الروتين المقرب الى قلبي. وعشان اعرفك حاجه، هو اللي هقوله ده يعتبر حرق الفكره فيديو انا كنت ناوي اصورها، بس يلا مش مهم. الروتين ده هو الروتين اللي بيسموه نادي الخميسه صباحا، وده انا اول مره اعمله كان في رمضان اللي فات، يعني انا بقالي سنه عامله. عملت حاجه قريبه منه في الثانويه العامه، لكن ما كانتش بالجمال بتاعه، ودي حقيقه روتين عظيم جدا جدا. الروتين هيمشي كالاتي: هتصحى الفجر، او معنى اصح قبل الفجر عشان تتسحر، هتتسحر وتنزل المسجد تقرا القران برضو وتصلي الفجر، والدنيا تمام مفيش اي مشكله. ترجع من المسجد تبدا المذاكره بتاعتك من الوقت ده لغايه وقت الظهر. ولو حسبتها ممكن تحس ان الوقت ده اقل من الوقت بتاع الروتين بتاع بالليل، لكن عن تجربه وانت بتذاكر فيها هتحس ان في بركه اكتر من الوقت التاني. حقيقي حقيقي الحبه بتوع الصبح دول اللي من الفجر لغايه الظهر بتحس ان هم يوم، يعني يوم لوحدهم، يوم كده انت يعني اصلا من الفجر لغايه ما توصل للظهر تحس انك عملت حاجات كتير قوي، ويعني اللي هو ايه يا عم اليوم ما بيخلصش ولا ايه؟ بس طبعا في حاله انك ملتزم بحاجات كتير قوي بتعملها زيي، فهتبقى تحس اليوم بيخلص عادي، لكن بالنسبه للمذاكره هيكون مفيد جدا ليك. المهم تيجي عليك صلاه الظهر، تنزل تصلي الظهر في المسجد، وترجع من الصلاه ممكن تكمل الحاجات اللي ناقصاك خفيفه كده. بعد كده ما يمنعش انك تاخد لك قيلوله، حاجه بسيطه كده بعد الظهر او بين الظهر والعصر. بعد كده تصحى على صلاه العصر، تنزل تصلي العصر في المسجد، وكالعاده زي ما قلنا الوقت المخصص بين العصر والمغرب هيكون مخصص للعباده، الاذكار، القران، الصلاه، النوافل، كل حاجه تيجي في دماغك عايز تعملها اعملها في الوقت ده. بجد زي ما قلت لك انت اكيد عارف الاحساس ده، بيبقى احساس الوقت اللي انت عايز فعلا تتعبد فيه. بعد كده هيجي عليك اذان المغرب، هتفطر وتصلي المغرب. زي ما قلنا الوقت من المغرب للعشاء مفيش وقت يعتبر، فبعد كده هيجي عليك صلاه العشاء، هتنزل تصلي العشاء
والتراويح. هترجع من صلاة التراويح تنام، ارجوك عشان الروتين ده يمشي صح ارجع من صلاة التراويح نام، وهتصحى تاني يوم قبل الفجر عشان تتسحر، وكذلك السايكل هتمشي زي ما هي. واعتقد دلوقتي انت خدت بالك انا ليه قلت لك تاخد قيلولة بين الظهر والعصر، واكدت انك تاخدها على عكس الروتين بتاع بالليل. قلت لو انت عايز تنام نام، لان في الروتين ده انت بعد التراويح هتنام لغاية الفجر، يعني هتتشعبط في حبة النوم دول. واقول لك حاجة بقى، فكرة انك تنام حبة كده وتاخد قيلولة تاني احسن من انك تنامهم على بعض. وبصراحة انا مش بعملها في الايام العادية، بس لما بعملها في رمضان بتبقى مفيدة جدا. فكرة القيلولة البسيطة اللي في النص دي بتديك بنزين كده تكمل باقي اليوم. وده الروتين التاني اللي قلت لك انا بفضله، وده اللي انا ماشي عليه لغايه يومنا هذا، وفي ايام العاديه مش في رمضان. طب يا عم مهاب، هو روتين حلو ومثالي كده، ايه عيوبه؟ انا هقول لك عيوبه، ما تزعلش مني في الكلمتين دول. عيوبه ان محتاج شخص قوي قدام اهوائه ويقدم تضحيات كبيره، بمعنى ان مفيش سهر بالليل هتضحي بيه على اساس انك تصحى الصبح بدري تذاكر. واعتقد انك لو بالذات في الثانويه العامه او حتى في الكليه فانت داخل على 100 ترم، فانت الوقت ده اصلا يعني لازم تقلل السهر ولازم تقلل الروح والجاي وهكذا. ولو خلاص قفلت ممكن تبوظ الروتين ليوم واحد، يعني ده مضر، بس ماشي بوظه واسهر فيه عشان برضه تبقى حاسس بالسهر ومع اصحابك وكده. لكن لو عايز تواظب عليه بانه ما يكونش عبء عليك وتحس ان دماغك وجعاك وانك بتعمل حاجه تقيلة عليك، لازم تقدم تضحيات لفترة كبيرة لكذا يوم ورا بعض ما تسهرش. ممكن يكون ليه عيوب تانية، بس ده العيب الوحيد اللي انا ذات نفسي حاسس ان هو ممكن يأثر عليك، ومجرد ما تخطيته هتلاقي الروتين بقى تمام معاك. لكن غير العيب ده فهو روتين مفيش احسن من كده. ومن الحاجات اللي خلتني التزم بالروتين ده هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورها. والبكور ده حسب ما قريت انه من وقت الفجر لوقت الضحى او لوقت الظهر، يعني هو اهم جزء في الروتين اللي احنا بنتكلم عنه. فانت متخيل روتين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان في البركه او دعالك فيه بالبركه، هو استحاله يكون ما فيهوش بركه، او استحاله يكون مش هيفيدك. موضوع منتهي يعني. وانا جربت الروتين ده، احب اقول لك ان لما عملته في رمضان اللي فات كنت منزل فيديو عن منصات المحتوى القصير بتكلم فيه عن روتين يومي يبقى ماشي ازاي. حرفيا اليوم كنت بقرا فيه وبصور فيديوهاتي وبعمل لها مونتاج وبقرا قران، وكمان حفظت جزء من القران ده غير طبعا المذاكره. الترم ده في الكليه انا فاكر ان انا يعني مش فاكر التقديرات بالظبط، بس يعني كان ترم كويس بالنسبه لي. هو فعلا روتين يستحق التجربه، ونوادر قوي اللي ما نجحوش فيه الا الناس اللي هي فعلا ما عندهاش مثابره وما عندهاش صبر، اللي هو انا داخل اجرب كده، مش داخل عندي ايمان ان انا فعلا هستفاد من الروتين ده. ودلوقتي بعد ما قلت لك احسن نظامين للمذاكره في رمضان، هندخل على فقره مهمه جدا قبل ما تعمل اي روتين فيهم لازم تشوفها. نصايح مهمه. اول نصيحه معانا عشان الروتين ده ينتظم معاك: قلل استخدامك للموبايل. شئت ام ابيت انت اصلا لازم تقلل استخدامك للموبايل، حتى لو انت شخص ما وراكش مذاكره مش بتدرس اصلا. فكره ان انت في رمضان لازم تقلل السوشيال ميديا، وانت فاهم قصدي. السوشيال ميديا منبع لذنوب، ومنبع حاجات اصلا مضيعه وقت، ومنبع يعني مش محتاج اتكلم في الموضوع ده في فيديو زي ده، انا محتاج اعمل له فيديو لوحده كده. فانت بعيدا عن المذاكره، بعيدا عن ثانويه عامه كليه، لازم تقلل استخدامك للتليفون في رمضان، على الاقل الفتره اللي انت صايم فيها. حتى وانت فاطر يعني بص كده ايه، شوف حاجه نزلت ليها علاقه بالمذاكره، حاجه ليها علاقه بالدفعه، وبرده ما تطولش، لان رمضان الصبح هو رمضان بالليل، هو وقت قبل الفطار هو وقت بعد الفطار، يعني مفيش اي فرق. فلازم الالتزام يبقى هنا ويبقى هنا. بس انا قصدي ان انت اضطريت تفتح عشان تبص حاجه ليها علاقه بالكليه، حاجه ليها علاقه بالدروس، حاجه ليها علاقه بي دي اف مذاكره او كده، فيعني شوف كده خلص نفسك بعد الفطار، جهز حاجتك، وبعد كده ابدا في مذاكره. تاني نصيحه معانا: اعمل جدول. حقيقي الموضوع مهم جدا، ويستحسن كمان لو في مواد انت مخلصها او مدرسين مخلصينها معاك تعمل لها جدول انك تلمها في رمضان، في الماده قد ايه، وتقسمها على ال 30 يوم بتوع رمضان. ده اللي عملته في رمضان الثانويه العامه بتاعتي، بس حسب ما انا فاكر رمضان كان جاي لنا متاخر عن الوقت اللي هو جاي فيه، يعني ما كانش جاي في شهر 3 الميلادي، يعني كان جاي متاخر عن كده. فكنت في مواد مخلصينها وده اتاح لي ان انا اراجع. ما اعرفش الصراحه الوضع عندكم السنه دي ايه، فبقول لو متاح ممكن تخصص انك تراجع الجزء اللي مخلصه من ماده ما خلصتش كلها، فاهم قصدي؟ يعني اللي انت خلصته تراجع عليه، بس اهم حاجه تعمل جدول. رقم 3: تعمل كل يوم تو دو ليست. الموضوع ده مهم جدا، وبدل ما اشرح كتير واتكلم عن اهميه الموضوع باستفاضه، انا هوريك حاجه بسيطه قوي اهي. مش عارف هي هتبان في التصوير ولا لا، هي كده باينه غالبا. تو دو ليست بتاعتي دي، تو دو ليست بتاعت اليوم النهارده. يعني انا ما اعرفش امشي من غيرها، حتى لو يومي فيه حاجات بسيطه لازم اكتب، لان العقل زي ما قلنا في فيديو قبل كده، غالبا كان فيديو التسويف، واللي انصحك انك تشوفه برضه هيظهر هنا او هنا. فيديو كنت بتكلم فيه ازاي ما تبقاش شخص بروكراستينيتور او شخص مسوف، يعني بتسوف المهام اللي عليك. فاتفرج عليه. الفيديو ده فيه نقطة ذكرتها فيه، ان العقل أداة لإنتاج الأفكار مش لتخزينها التخزين اللحظي. يعني عشان تخزن فكرة في عقلك بشكل دايم الموضوع ده بياخد وقت عشان تربط أو تعمل روابط عصبية قوية تحافظ على المعلومة. ففكرة انك تقول انا بكرة هعمل كذا وكذا وكذا، انت ما عملتش روابط عصبية كبيرة او قوية عشان تفتكر ده بكرة. فأهم حاجة انك تعمل تو دو ليست. وعلى سبيل المثال انا كاتب اهو الحاجة اللي فاضلالي النهاردة: يوتيوب شوتينج. نقدر نعمل باعتبار ان الفيديو هنكمله. وغير بقى ان تو دو ليست بتخزن الافكار وكده، انت اصلا فكره الصح اللي عملتها دي بتحسسك ان انت
ارتحت انك خلصت حاجه من عليك. النصيحه رقم 4: اهتم بعلاقتك بربنا. ما تخليش الثانويه العامه او الكليه او اي حاجه بتذاكر لها تنسيك الغايه الاساسيه من وراء رمضان. استغل رمضان في انك تحسن علاقتك بربنا، سواء بالتقرب بعادات انت كنتش بتعملها زي الاذكار او قراءه القران او حفظ حتى جزء مثلا من القرآن او سور معينة، او التزام بالفروض، او انك تلتزم في الصلاة ولو كنت ما شاء الله ملتزم فيها تلتزم بالنوافل. المهم انك تنتهز رمضان انك تزود حاجة ليها علاقة بانها تقوي قربك من الله. والنصيحة دي حبيت اخليها اخر نصيحة عشان هبني عليها الفقرة الجاية، وهي فقرة مهمة جدا ليها علاقة بجزئية انك تغير العادات بتاعتك في رمضان، وهي فقرة تغيير العادات. من كام يوم نزلت الشورت فيديو ده على منصات المحتوى القصير. بمناسبة ان رمضان داخل علينا، فالفيديو ده هيكون مختلف عن اي فيديو طلع لك النهارده. يعني زي ما انت شايف انا قاعد معاك كده وانت هتصور الفيديو معايا، وبعد ما تصور الفيديو معايا هرجع لك اخر رمضان بفيديو زيه ونشوف هل عملنا الحاجات دي ولا لا. خلال اقل من اسبوعين قدامنا فرصه عظيمه جدا اننا نغير عادات كتير في حياتنا، فانا معايا الورقه والقلم اهم، فتعال نشوف هنكتب ايه العادات اللي عايزين نغيرها. شاركني برايك كده. ممكن اول حاجه مثلا لو انت بتسمع اغاني، ايه رايك تبقى اول حاجه تبطيل الاغاني؟ تبطيل الاغاني. هو عامه انا الحاجه دي مبطلها اصلا، بس انا هشاركك التجربه. تاني عاده، تختم قراءه القران مره على الاقل في رمضان، وتكون المره دي بتدبر. مش مهم الكميه، المهم ان احنا نبقى مركزين وبنتدبر الايات، وانا هركز في الحته دي عشان كانت بتفوتني، نكتبها مع بعض. تالت حاجه وفعلا انا دايما بغفل عنها رغم انها مهمه، تعال نظبط حته اذكار الصباح والمساء. انا بلتزم دايما بالصباح، بس المساء معرفش ليه بنساها، فهنلتزم بيها. ممكن نحط حاجه اكسترا بقى، انك تحفظ جزء من القران. انا السنه اللي فاتت حفظت فعلا جزء من القران في رمضان، والموضوع كان بسيط جدا، فممكن نحدد جزء وكل واحد حسب الجزء بتاعه. الكومنتس بقى هي دورك انك تكتب عادات تانية وانا هزودها عندي، ونتقابل اخر رمضان في فيديو زي ده نشوف حققنا ايه وايه ما عملناهوش. كل سنه وانتم طيبين. الناس عجبتها الفكره جدا وزودوا عادات كتيره جدا، وانت تقدر كمان تزود لي عادات في الكومنتس تحت. وانا قررت فعلا ان نركز في العادات دي واشتغل عليها، ونتقابل اخر رمضان زي ما قلت في الفيديو ونشوف احنا حققنا ايه وايه ما حققناهوش. وانا قصدت اخلي الفقره دي اخر فقره لاني بتارجت بيها الناس المهتمه بالمحتوى واللي بتقعد معايا لاخر الفيديو، واللي بعتبرها فعلا العيله بتاعتنا، مش مجرد ناس عامله لي فولو. انا فعلا دايما بسميها العيله كبرت، العيله وصلت ل 100,000، العيله وصلت ل 200,000، ويكون ده سبب ان انا اساعدك وان انت تساعدني ان احنا نطور من نفسنا في اهم حاجه احنا اصلا في الدنيا عشانها، علاقتنا بربنا. وفي نهايه الفيديو ده حابب اقول لك، سواء اخترت الروتين الاول او الروتين التاني، افتكر دايما انما المؤمن كالغيث اينما وقع نفع. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون فيديو مفيد ليك، اتمنى انه ينفعك وفعلا تظبط سايكل المذاكره في رمضان، وما تبصش للموضوع انه عبء زي ما طلبت منك في اول الفيديو، لان ده كان التارجت الاساسي بتاعي. واتمنى يكون التشانل بتقدم لك فعلا فاليو بتفيدك، من اول فيديو عملته عن التسويف لغايه فيديو النهارده. مرينا فيديوهات كتيره جدا زي نصايح للثانويه العامه، وازاي بطلت اسمع اغاني، وادمان البورنوجرافي، وازاي تلم المتراكم عليك في المذاكره. فانا مستني منك تقول لي في الكومنتس افكار الفيديوهات انت حابب تسمع عنها، وكمان لو تقول لي فيديوهات معينه نعملها خاصه برمضان، تبقى فقره مختلفه كده نطلع نتكلم فيها، حتى بموضوع بسيط من غير اي مونتاج من غير اي حاجه، نطلع ندردش مع بعض في فيديو. ومستني منك دعم كبير بانك تعمل شير للفيديو ده في كل المنصات بتاعتك، على الفيسبوك، على الانستجرام، على التيك توك، كل مكان متاح، عشان تساعدني ان اكمل والقناه توصل لعدد كبير من الناس. وطبعا لو اول مره تشوفني وعاجبك محتوى الفيديو ومحتوى القناه، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشغل الجرس عشان يجيلك اشعارات دايما ان في فيديوز جديده نزلت، وتعمل لي فولو على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتي، لاني بنزل هناك محتوى مختلف عن هنا في الشورت فيديوز. فعشان كل ده ما يفوتكش اعمل لي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، واللي هسيب لك اللينكس بتاعتها في الديسكربشن تحت. بس كده، ده كان فيديو النهارده. كل سنه وانت طيب، وكالعاده انا مهاب الشاذلي، في رعايه الله.